يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فيديو صغير جدا، حاجة مميزة جدا، فكرة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومكوناتها كلها في البيت. هي وجبة سلطة لذيذة جدا ومغذية، وكمان من بواقي الفراخ المسلوقة اللي عندك في البيت. انا هنا مستخدمة بواقي صدور. طبعا انت تقدري تستخدمي اي قطعة فراخ انت تحبيها، اي جزء من بواقي الفراخ اللي عندك المسلوقة. بتقطعيها شرايح رفيعة، وهنبدأ ننزل بيها في البولة الكبيرة اللي هنمسك فيها السلطة، وهنزل عليهم كمان بخصاية كاملة، وبتقطعي الخس صغير على قد ما تقدري. وكمان هنا انا مستخدمة بصل اخضر، عود واحد بس وقطعيه رفيع، وبصل احمر برضو بشراه رفيع جدا في الكبة، وتقدري طبعا تقللي كمية البصل عن كده لو انت حابة. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي لغاية لما يمتزجوا الفراخ مع الخس والبصل ويبقوا كلهم متأكدة ان هم امتزجوا مع بعض كويس. وهننزل عليهم بقى بالصوص بتاع السلطة او الدريسنج ده، وهو كان صوص الرانش. انا عملته معاكم قبل كده في فيديو في القناة، انا هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو. صوص الرانش بيديلها طعم مختلف وجميل جدا، وكمان فكرة جديدة، وتقدري جدا جدا تقدميها في سفرة رمضان. وعملنا صوص الرانش بمكونات سهلة وكلها في البيت ومش مكلفة خالص، وممكن جدا تستخدميها كسندوتشات للولاد. هنا هننزل بقى بيها في طبق التقديم. ممكن تستخدم كمان لو انتي بتعملي دايت كوجبة غدا، لان فيها الفراخ والخضار وكلها حاجات مغذية وفيها سعرات حرارية مشبعة. ده كان فيديو النهاردة. ياريت تجربوا السلطة دي، فعلا مختلفة جدا وطعمها مميز جدا جدا، ولو عملتيها على سفرتك في رمضان هتبقى حاجة جديدة وحاجة مختلفة. ويا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.